برج الجوزاء، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يلا بينا كده الجوزاء، وطبعا لسه برضه كل سنه وانت طيب. يلا بينا. طيب، معاكم مريم من قناه ميع ابراهيم سكاي لايت. يلا بينا كده اهوت معايا قراءتك من 15 لحد 21 من شهر يونيو. يلا بينا. اولا كده خليني اخد لك كام كارت من الكام يوم اللي فاتوا. الستار، شكلك كده بدأت حاجة، شكلك كده بدأت حاجة حلوة يعني. طيب تعالى بقى، 3 كروت هنا: 5 of Pentacles، 2 of Cups، والبيج of Sword. واضح انك كنت فاتح قلبك قوي وبتقرب من حد قوي، وفجأة واحدة قمت قايل له والله العظيم ان انا ماشي. واضح جدا وظاهر جدا هنا ده. بس ما هياش اكيدة يعني. والله العظيم ما انا ماشي، اللي انا ماشي دلوقتي دي ما هياش اكيدة. انت ممكن تكون اتخنقت من هذا الشخص في حاجة يعني، فقلت له طب انا همشي بقى. لكن في حب. انت عارف دوت. وحساك وكأنك بتقولي لا ده احبطني يعني، حسيت باحباط منه او حاجة. طيب تعالى كده نشوف ليه، تعالى نشوف ايه اللي حصل. نخش كده على طاقة القراءة ونحاول برضو نفهم منها اكتر. الكينج اوف كابس في طاقة القراءة، بعدين الايس اوف سوردز، اوكي، ثم الويل اوف فورتشن. في حاجة حلوة بتحصل دلوقتي في طاقة القراءة، ممكن تكون بالفعل حصلت، بدأت كده تحصل، وممكن تكون لسه هتتفاجئ بيها يا معلم، بس انت بتثق فيا. في حاجة حلوة قوي بتحصل، في حد بيقرب منك. انا معرفش الحد دوت شخص تشتغل معاه، ولا شخص حبيب شريك يعني، الموضوع عاطفي ولا ايه ده بالظبط، بس حاجة بتفرحك قوي، في حاجة بتفرحك قوي. طيب اوكي، تعالى بقى كده خد كارتين من ملايكة. يبدو كده انك على اول طريق السعادة. اول كارتين من الملايكة ديفاين تايمن. ديفاين تايمن هو الوقت اللي ربنا بيحدده لحدوث الشيء، وربما كده في وقت ربنا محدده لحدوث شيء حلو بيحصل وياك يا جوزاء خلال الفترة دي. تعالى كده ناخد كارت تاني من الملايكة. courage and bravery، شجاعة. واعتقد يعني الكل عارف يعني الجوزاء شجاع يعني. ربما انت محتاج كارج ومحتاج شجاعتك في يا اما البدء في شيء او انهاء شيء، ممكن يا كده يا كده يعني. تعالى بقى اخد لك كارتين من حد ليك، حط حد في بالك بقى وانا هاخد لك كارتين منه. You are mysterious. هنا هذا الشخص بيقول لك انك غامض وهو مش قادر يفهمك. يلا حط حد في بالك تاني واخد لك منه كارت. الكارت التاني بقى بيقول لك ماي فانتازي. الفانتازي هو الشيء اللي الشخص عاوز يعيشه، ولانه لسه معشوش او هو نفسه فيه بس لسه ما حصلش، بيفانتازايد بقى. يعني ايه؟ يعني بيسرح كده ويتخيل بقى. ماشي اوكي، تعالى بقى وانت طبعا الشيء اللي هو بيتخيله، لان هنا بيقول لك ماي فانتازي. طيب تعالى يا جزاء، 5 كروت طاقة. طاقة الاشخاص اللي حواليك. بيج اوف وانز، طاقتك فيها شغف جميل قوي، بس مش عارفة اتجاه ايه. اتجاه حد، في شغف اتجاه حد او اتجاه علاقة معينة. شكل السعادة بدأت كده. واو، الكينج اوف وانز بينزل لك، بعديه الورلد، بعديه التري اوف كابس. في حاجة حلوة بتحصل. والناين اوف كابس، الحاجة الحلوة اللي بتحصل حساها مع حد انت نفسك ان الحاجة دي تحصل وياه، او حساها في طريق جديد. ربما انت ما عندكش اي حد والشخص ده بيطلع لك، بيظهر لك يعني حاجة كده. المهم مش هو بقى شخص جديد ولا شخص قديم، المهم ان الحاجة ديت انت هتكون مبسوط وهي بتحصل. هي دي بقى الحته. في فوز هنا، في شغف، في حب، في عناصر حلوه قوي 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 تكون علاقه جميله جدا ناجحه جدا. لبعض منكم ممكن تكون علاقه عاطفيه، للبعض الاخر ممكن تكون علاقه في العمل، علاقه هكذا يعني.
المهم ان هي شكلها كده هتبقى حاجه في حاجه انت عاوزها، عشان كده هتكون مبسوط بيها. اوكي تعالى كده ندخل على تاني كارت طاقة. قراءتك إيجابية وبوزيتيف وجميلة. خش كده جوزاء على التاني كارت طاقة ليك النهاردة خلال هذا الأسبوع. الفول. الفول كارت جميل لأنه بيقول لك في فرص. الفول هو أهم كارت في طارود، هو أول كارت وأهم كارت في طارود، لأن الفول هو الشخص اللي أنا هعمل أي حاجة وهوصل اللي أنا عايزه، وعارف بيبقى فيه فرص، عارف بيبقى فيه opportunity وفرص ورزق ووفرة في كل مكان. الفول تاني كارت ليك وواضح طاقته جميلة جدا، أنا حاسة بيها قوي. النايت اوف وانز، التو سورد، السكس اوف سورد. الحد اللي انت بعدت عنه دوت او اديت له ظهرك متغاظ، في حد متغاظ، والغيظ دوت بتاعه دوت طالع على هيئة تفكير اكسترا وتفكير فيه سلبيات. الجوزاء فين، بيعمل ايه مع مين، هكذا يعني، وغيرة بقى وكده. الايت اوف وانز، البيج اوف كابس. مش عارفه اقولها لك ازاي، بس عارف انت لما حد يفضل يخبي على نفسه يخبي على نفسه يخبي على نفسه ان هو بيحب فلان، ويكذب ويعمل مش واخد باله، يعمل مش عارف ايه، وفي الاخر ايوه انا بحب الجوزاء. هذا الشخص في هذه الطاقه دلوقتي، يعني على قد ما في تقل شديد جدا في طاقته ان هو يقول انا عايز الجوزاء او انا بحب الجوزاء، على قد ما في بيج اوف كابس هنا يعني بيحبك. زي عارف انت المراهقين في حبهم اللي هو اي حاجه ممكن تتعمل، اي شيء ممكن يروح يجيب لك ورده ويقعد تحت بيتك مستنيك 3-4 ساعات عشان بس يشوفك ويديك الورده. دي الطاقه اللي وياه. فانا مش عارفه دلوقتي هل الطاقه دي اتخرجت للعلن ولا لسه مش عارفه بقى. الجوزاء بقى واللي يقول لي بقى. طيب تعالى جوزاء نخش على كارتك التالت ونفهم كده ايه الحكايه. الحكايه فيها ايت اوف سورد، فيها نوعا ما وكأن الجوزاء بيقول لي انا كنت منتظر منه كذا وكذا و كسفني او احبطني او حاجه كده. طيب تعالى كده، ده كارتك التالت جوزاء. السفن اوف وانز، الايس اوف بنتكلز، كوين اوف كابس، كوين اوف سورد، واو، فايف اوف سورد، هانجت مان. عندك فرص فيها حاجات ممكن تكون كان بقالك سنين مستنيها، فجأة واحدة بتتحقق. فهيبقى عندك كذا شيء في الطريق حلو، وواضح انك ممكن تقابل حيرة. الحيرة دي هتكون في الاختيارات. اختار امشي في الطريق دوت مثلا في كذا وكذا وكذا، بس مش هيكون كومفورتبل، مش هيكون مريح قوي، ولا امشي في الطريق ده مريح مفهوش كل الحاجات اللي هنا بس مريح اكتر. هتقابلك نوع من انواع الحيرة كده. لازم تبقى مركز، لازم تبقى مركز. ماشي، هي بدايات طبعا، في بدايات كتيرة، لكن هيبقى في حيرة، هيبقى في نوعا ما كده نوع من انواع الديسبشن. يعني كأن الديسبشن هو خداع، بس انا المفروض يعني ان هو يكون مش خداع لكن خدعة. كأن مثلا في طريقين، مثلا في طريق في حاجات كتير قوي حلوة، والطريق التاني يعني ساعتها انت مش تبقى عارف انهي اللي فيه فخد بالك هتختار الحلو، ما تخافش، لان ده واضح يعني. البرسيفيرين بتاعك، الطريقه اللي انت بتحاول بيها والطريقه اللي انت عاوز توصل بيها هي دي اللي هتوصلك. يعني ده كارتك التالت بيقول لي كده. تعالى بقى، هو ده كان التالت؟ كان التالت صح. تعالى بقى نخش لك على كارتك الرابع. بحب قوي لما امسك قرايه والاقي في طرق كتيره وفي كذا اتجاه فيهم خير وفيهم وفره. بحب قوي اشوف دوت، بيديني امل في كل حاجه يعني. الدبل كارتك الرابع. تعالى كده، اتصل بمشاعرك لان اقول لها عامله ايه
انت مش متصل بمشاعرك ليه؟ عشان زعلان صح؟ طيب، ده دلوقتي ما تخافش، بعد كده هو هيمشي، ده هيمشي، يعني الاحساس ده هيمشي. هو انت مش متصل بمشاعرك بس فرحان انك بتوصل لحاجه بتنجز. آه للعلم هو هنا النايت اوف كابس، انا حاسه ان هي مشاعر هذا الشخص، وحاسه ان هو فاتح قلبه، بس مقابلك انت في المقابل، او بيبص عليك في المقابل لاقيك قافل قلبك، فدوت اللي بيخليه بيحجمه او بيخليه يقف مكانه مش عاوز يتحرك. آه فعشان كده بقول لك شخلل قلبك شويه، خليه يتفتح، لان الطرود هنا بيقول لي ده توكسيك، انك ما تفتحش قلبك ده توكسيك. هو مش توكسيك قوي يعني، بس في حد تاني ممكن يشوفه توكسيك، يعني هذا الشخص مثلا ممكن يشوفه توكسيك. واو، بص كارت ايه اللي نزل لوحده، السكس اوف كابس. السكس اوف كابس هو في حب متبادل، بس انت كانك بتقول هريح نفسي ازاي من الافكار ومن الوجع اللي الشخص ده سايبه، هنفصل عن مشاعري، ده اللي انت قلته يعني. ten of wands، التو of pentacles، الكينج اوف سورد، الايت اوف كابس، والفور اوف بنتكلز. طيب اكيد لازم يدي ظهره، لانه انت مدي ظهرك، لكن هو زعلان جدا ومسك قوي في الحته دي. ده ملوش اي علاقه بالخير والرزق اللي جاي، لان انا قلت لك انت ممكن فجاه واحده تلاقي هذا الشخص هو اللي، يعني ممكن تبص تلاقيه هو اللي في الطريق. وانا قلت لك انه عاوز يفتح قلبه، بس ربما كمان دلوقتي لانه لاقيك انت مش فاتح قلبك 100%، ده مخوفه، فخلاه يبتعد شويه في طاقته او يخاف فيحجم نفسه. وده انا قايلهولك، يعني في فرص عندك، ان ما كانش في الشغل يبقى في العاطفه، و خد بالك من ده قوي. اي فرصه تلاقيها في الطريق شوفها وتستغلها على طول. انا بقول لك كده لان يعني ظاهر او واضح انك احيانا ممكن تقلق، يعني ممكن تقول يا ترى ده ايه ويا ترى ده ايه. ادام الشيء ما فيهوش اي اذيه ليك يعني او لاي حد تاني، خش على الشيء بقلب جامد، وحاول انك يعني تغتنم فرصتك، لان ربنا بيبعت لنا فرص طبعا، لكن في وسط الفرص اللي موجوده ديت انت لازم تتحرك علشان وتسعى علشان تحصل عليها، صح ولا لا؟ طيب ماشي، يلا كده اخد لك بقى كام كارت من هنا ومن هنا. اوكي، هاخد لك كارت من الملايكه الاول. تراست، خلي عندك ثقه في ان اللي انت عايزه هيحصل. خلي عندك ثقه جوزاء في ربنا وفي نفسك قوي، لان فعلا انت بتوصل لحاجات انت عاوزها الفتره دي. يلا حط حط بالك على حد وانا اخد لك منه كارتين. واو، الكارت الاول بيقول لك في have my kids، يعني بيقول لك انك هتكون اب ام عساسيل قوي لاولاده او لاولادها يعني. طيب تعالى كده نوك كارت كمان. need time to heal، هذا الشخص بيقول لك هنا انه محتاج وقت عشان يتشافى. اوكي، طبعا انا بشكر الجوزاء جدا، واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم النهارده بيس. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ساين.